أنا لازم أكون مثالي علشان ربنا يحبني. لازم أكون ماشي عدل 100% علشان أستحق إن هو يطبطب عليا. طب وأنا لو غلطت واتكسرت وبعدت سنين، ينفع أرجع ولا الباب خلاص اتقفل في وشي؟ اسمعني بس الكلمتين دول، يمكن تكون دي الخطة واللحظة اللي ربنا بيستناك فيها عشان ترجع له بعد سنين من الوجع والألم. فيه ناس كتير فاكرين انهم علشان غلطوا او عاشوا وقت بعيد عن ربنا يبقى خلاص مفيش رجوع، وبيمشوا بنفسهم للهاوية وهم بيقولوا انا ضعت في كل حاجة، انا مستاهلش. بس الحقيقة يسوع عمره ما استنى حد يكون مستحق، ده هو اللي راح للخطاه بنفسه. المرأة التي مسكت في ذات الفعل، كان ممكن يسوع يقول لها مش ندمانة، مش هتتحاسبي، ولكن هو قال لها ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. يعني سامح ورجعها وابتدى معاها من جديد. يمكن انت دلوقتي قاعد في أوضتك أو على سريرك أو في شغلك وعينك وقعت على الفيديو ده بالصدفة، بس ربنا بيقولك أنا هنا مستنيك، مش علشان تحاسب نفسك ولكن علشان ترجع لي. ربنا عمره ما اتغير، ولكن اللي اتغير هي نظرتك لنفسك. انت شايف نفسك من خلال غلطتك، بس هو شايفك من خلال حبه. الابن الضال ما كانش متخيل ان ابوه هيحضنه، ده رجع يقوله خليني عبد عندك، بس الاب جري عليه قبل حتى ما يكمل كلامه، وبدل ما يقوله ليه عملت كده لبسه الحلة ورجعه ابن مش عبد. وانت هتفضل قاعد بعيد ليه؟ فكر نفسك مش نافع، مش نقي، مش مستاهل. هو مستنيك ومش هيسيبك. عارفة أكتر لحظة بتوجع لما تبقي عايزة ترجعي بس مش قادرة تبصي في عين ربنا من كتر ما انتي حاسة انك ما تستاهليش وما تستحقيش. قلبك بيصرخ من جواكي انا عارفة اني غلطت بس خايفة ارجع، خايفة الاقي الباب اتقفل في وشي او الاقي صمت. بس الحقيقة ان الصمت اللي بتسمعه او بتسمعيه مش تجاهل، ده ربنا بيحضرك لعودة كبيرة، زي ما حضن بطرس بعد ما أنكره 3 مرات، وزي ما غفر لداود بعد ما وقع في الخطية تقيلة قوي، زي ما قال في أرميا. فاكرة القصة دي؟ قصة شاب اللي كانت حياته ماشية غلط وكل خطوة أبعد من التانية. بدأ يشرب وبعدها دخل علاقات غلط وبعدها بقى شايف نفسه مش بني آدم، وكان بيقول أنا بقيت حتة عار ما ينفعش أرجع بيه لربنا. بس في يوم بعد سهرة سودة رجع بيته مكسور ووقع على الأرض وهو بيعيط وقال له يا رب لو لسه بتحبني اديني إشارة. وبعدها بدقايق جات له رسالة من رقم مش متسجل فيه، ولكن فيه آية ارجعوا إلي أرجع إليكم. بكى ومن اليوم ده حياته اختلفت 1,000,000%. هو ده ربنا اللي مش واقف ماسك عصاية وبيعد غلطاتك، ده اللي واقف فاتح حضنه ومستنيك تيجي. ويا سلام بقى لما تيجي، بس انت صليله من قلبك وقوله يا رب انا مش مثالي ومش نقي، بس قلبي بيصرخ ونفسه يرجع لك. سامحني وامسح الماضي بتاع ايدي ورجعني احضنك زي زمان. انا ابنك حتى ولو نسيتك، بس انت ما نسيتنيش لحظة. في فرق كبير بين انك تحس بالذنب وان قلبك ينكسر قدام ربنا. الذنب بيخليك تهرب، بس الكسر هو اول خطوات رجوعك. يسوع عمره ما احتقر قلب مكسور. عارفة ليه؟ لأنه هو قال كده بصريح العبارة القلب المنكسر والمنسحق لا يرزقه الله. يعني لو كل الناس شافوا غلطك وما نسيهوش، يسوع ممكن ينسى الغلطة بس عمره ما بينسى دموع نزلت منها. في كم علامة كده تتأملوهم ونركز فيهم، لو حسيت بيهم هتكون دي علامات الرجوع الحقيقي. أول علامة قلبك بقى بيحس تاني. لو حسيت انك متضايق على الغلطة يبقى في حياة رجعت جوه قلبك. الناس اللي بتموت روحيا ما بقتش بتتوجع من الغلط. رقم 2 بقيت بتدور على يسوع حتى لو مش قادر تصلي، بس قلبك بقى بيسأل يا رب انت فين؟
اللي بيدور عليه ربنا بيكشف له نفسه وبيقرب منه حتى ولو هو بعيد. أما رقم 3 بقى، أوقات كتير بتحس إنك مش نافع بس مش قادر تنسى حضن ربنا. كل لما تقول إن فاشل تفتكر إنك ابن مش عبد، وإنك مهما غلطت إنت مش مرفوض، إنت مكسور وهو جاي يرممك. في ناس بيبتدوا يرجعوا بس أول ما بيحسوا بوجع الغلط يقفوا ويقولوا أنا مش قادر أكمل الطريق. بس هو الطريق ده مش بتاعك لوحدك، ده يسوع هو اللي قالك تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو اللي شايلك وهو اللي هيكمل لك. وادعيله بقلبك وقوله يا رب لو ايدي وقعت منك انت حضنك ما يوقعنيش ابدا. انا جايلك ومكوي من الخطية بس قلبي بيصرخ من الشوق ليك. رجعني لوشي ورجعني لصوتك ورجعني لحضني، حتى ولو وقعت تاني ما تسيبنيش ارجع للوحدة. فيه سؤال بيقتل ناس كتير قوي في سكاتهم مع ربنا، ليه كل مرة أبدأ أرجع من تاني؟ ليه بحس إني مش قادر أكمل؟ ليه مش ثابت؟ ليه رجوعي بيبقى مؤقت؟ ليه كل لما أحاول أعيش في حضنه بلاقي نفسي برا تاني؟ الجواب بسيط، انت بتحاول ترجع لوحدك ولكن مفيش حد بيرجع لوحده وبيثبت. الرجوع مش لحظة، الرجوع رحلة. المعين الوحيد اللي يمشيها معاك هو يسوع نفسه. يسوع ما طلبش منك تكون قوي، هو بس طلب تكون صادق وقالك تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يعني لما تقع ما تبعدش، ولما تتكعبل ما تستسلمش، لأن وجودك في حضنه مش عشانك انت قوي، وجودك لأنه هو أمين، هو اللي شايلك. اللي رجعوا فعلا لحضن ربنا ما كانوش أبطال، كانوا ناس بتقول في صلاتها أنا ضعيف بس محتاجك تمشي بيا، وكانوا صريحين في ضعفهم. علشان كده ربنا مسك بإيديهم وما سابهمش. يمكن دلوقتي دموعك نازلة أو قلبك بيخبط في صدرك وحاسس من جوه إنك متكسر، بس اسمعني كويس، انت مش متأخر، انت مش فاشل، انت مش مرفوض، انت ابن محبوب، واللي استناك على الباب لسه واقف بنفس الحب ومش هيقفل الباب في وشك أبدا. بس انت ادعيله وقوله يا رب انا مش جايلك ببطولات، انا جايلك مكسور. يا رب ما تسدش الباب في وشي، اديني ابتدي الباب وابتدي الرحلة معاك وافضل ثابت في حضنك. ثبت قلبي فيك وملاني بحبك اللي ما يخلينيش ابعد تاني ابدا. لو الكلام ده دخل قلبك ابعت الفيديو لحد تاني نفسه يرجع، واكتب لي في تعليق انا راجع لحضنك يا رب، وخليها تكون بداية جديدة. ربنا معايا ومعاكم، ويدينا دايما نفضل في حضن يسوع وفي أمانته، ويا رب دايما نفضل قريبين منه ومن إيده. أمين. ربنا معايا ومعاكم. سلام.